بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل كتاب يأخذ باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لفرمودي سيصوصي بينجين عن ابن بحينة رضي الله عنه. بحينة ناي دايشتي وناي عبد الله، صحابي جليل، عبد الله بن مالك الأزدي، لقبكي أبو محمد كنيكي، لصالي بنجاونوي كوتشي وفاتي كردوا لزمن معاوية رحمتي خواهي قوريان لبي ورضي الله عنهم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. لرا باسي أو من بوكا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بتشش يوازيك سجدي بردو. يعني باس ما كرت درسي بيشو كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سجدي بردو لسر حوت إسقان. استبي من دلي كاتك سجدي برد دستكاني چون بو لفرمي فرج بين يديه، يعني دستكاني والله بو حتى يبدو بياض إبطيه، حتاكو سبيعي بن بالي دركوت. أما بلغي لسرويك في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قميسي لبر نبوه بلكو ردائي لبر بوه، إزارو رداء. لباسي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم زور جار لباسي إزارو رداء بوه، أوي كيستا حاجيانو عمركاراني كان، وجار جارش قميسي كرت، يعني دزداشي قميسي كاوا. بلام ليرا مادام فرموي بسبيعي بن بالي من بيني أو أنا دستي كردوا كواتا. أما بلغي لسروي كوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم إزاري ردائي لبربوا. لرا فرمي فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. آية لرا أما بو وجوبا يعني بو استحبابا، بو استحبابا بو وجوب نية. شكرا لهندي حالتا أجر إنسان بيوي أم سنة تطبيق كات، أجر إمام بوي تطبيقك، أجر منفرد بوي تطبيقك، بلام كمأموم بوي زانيد أو تنشتت عزيت دي بدست بلاو كيتو، يعني زور دست كيتو أو كاتنابي أو تنشتت عزيت دي بلكو دبي خود بقريتو دستكان بلاو نكيتو بوي أو تنشتت عزيد نديت وبيزار نبيلت بويا. أما مستحبة إنسان كان يجي كرت وخوي بو إمام بو أو شوازي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يجي كردو. پنجا كانت رولا قبلة بيت، ودست كانت ناولة بيت لسر زوي بيت، وبالد ياخد دست كانت تكيتوا بوأوي بو شوازي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يجي كردو. وعن البراء بن العازب، براء كري عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فضع كفيك يعني على الأرض، فضع كفيك على الأرض، وارفع مرفقيك عن الأرض. كواتا ليرا محذوفك كأرضك فرموي في غمري خاصة وسلم وبرائي فرمو إذا سجدت أجا سجدت برد أو هردو دستت بخسر زوي نك دست يكت ودست شد بعد تخد بيه أوها دست أو برزو مكا شكا هيا رابو سجد سيوالي كردو پنجاقاين برز كردو ومخالفة والكو أوها دستت تختي زوية كيد.
فرمي وارفع مرفقيك عن الأرض. وأي مرفق شوية آنشكا كان يعني دست تتاكو آنشكا كان تشون بيت نيخويني بزوية شو حديث مانيك في غمري خاصة نهي لي كردو وانبساطه كانبساط الكلب والكو مرفق برزوك تختي زوينا كيد أو في غمري خاصة لفرموديش ترى نهي لي كردو. هذان الحديثان اشتملا على بعض هيئة السجود، لكن حديث ابن بحينة رضي الله عنه فعل، وحديث البراء قول. ابن بحينة فعلي في غمري خواما بوجرته، براء كري عازب قولي في غمري خواما بوجرته، وهدو كان شين سنة بويما، سنة يان قولة يان فعلة يان تقرير يان صفة كوتا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما فوائد، منها حرص الصحابة على العلم رواية وتبليغا حتى في دقائق المسائل. صحابة رضي خوای گەورەیان لێبێت لا بابەتە الدقيقة كان چۆن ورد بوونەتەوە مەسەلەکانیان هەمووی نەقل کردووە بە وردی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم چۆن دەستی داناوە، پەنجەکانی چۆن بووە، بە چ شێوازێک دانیشتووە، دەستی بڵاو کردوتەوە، هەمووی بە دقیقی مەسائلەکانیان نەقل کردووە. ئەمە یعنی چی؟ ئینسان طالب العلم دەبێ حەریص بێ لەسەر ئەوەی کەوا علمەکە وەکو خۆی بگەێنێت، دەبێت جۆ بدەی بە علم. ئەمە تعظیمی علمە کە تۆ ئەو علمە وەرگرت بتوانی بە دقیقی وەریگریت. چونکە هەندێک لە فەقێ دێتە حوجرا سێرەکەی شتە عامەکان وەرەگرێ دەقایقەکان فڕێدات جۆی ناداتی، لە ئەخیرا سێرەکەی دوو ڕۆژتر کە بوو بە مەلا بوو بە مامۆستا کۆمەڵێ ڕێگر دێتە بەردەمی ناتوانێت حەلیکە بۆ چونکە جۆی نەداوە. لە سەرەتای تەڵەبی علم دقائقی مەسائلەکان تعظیمی علمی نەکردووە، ئێمالی کردووە. بەڵام سەحابەوە نەبوونە، هەموو ورد و درشتی علم سوور بوونە لەسەری ئەوەی بچووک بواە گەورە بواە سەحابە ئیلا نەقڵە نەکرد بۆ ئێمە. ئەوە تا ئێستا ئەو دینە بە جوانی و بە پاچی بە ئێمەیانگەیان. مجافات اليدين عن الجنبين في السجود، دستي لكاتي سجدية بلاوة كردو بيغمري خاصاصر. والمبالغة في ذلك ما لم يؤذي أحدا، بلكو مبالغة تياقر بلام بمرجع عزيتي ويتنشتد ندي، بلام كزانيت عزيتي ويتنشتد وكاتو واجبك عزيتي مسلمان ندي أو سنة التطبيق مكان. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على لبس القميص، يعني أو خالي بيشوش أو دينة بيرمان خلشيكيا لكاتي طوافة لحج عمره باز دابا سر خلقايا أتشيتا بيشو بس بو أوي ماش حجر الأسود كان يعني دستي اللي بدات ألم بواكي ألم سنة ألم طاقسك أي أوهم خلق عزيت دي أي خود بقريته ولا عزيت داني مسلمان أما السنة واجبة إتو نابي سنة بكي لبينا أويكوا واجب يتركي، أما بكنا قاعدة لا يخوتان هرشتك واجبة دبي واجبك التطبيق بكريا. خلق عزيت دي بسر خلق أروي باز دي بال أمني هتاكو بقيت حجر الأسود هنا سبركيتي أو جاء بداخة وبيني مالنا سفري عمرو حج آفرتا لنا كومالي بياو أم بالنا أو بالنا تاقا دوائي لو لا سيلقي لشككي شوروبو لشكي فرداو أما لشو شرعية ما توبو سنتك كحجاب واجبة ولا خوتك حجابك سر بوشك لسر نمينيت بو إنسان دبي دار بيت شتيك نكا دوائي بسر خوشيا بشكيتو خلق عزيز دات بو واجبته خلق عزيز ندي نابد واجبي إهمالك إلا بسنتك أو براستي نفامية. بلقي شتر لم يكن يداوم على لبس القميص، فايدين شتر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببردوام قميصي لبرنبو، لأنه لو كان لابسا قميصا لم يرى بياض إبطيه، أقا قميصي لبربو وكاتا بالي بيغمري خواه النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب وضع الكفين على الأرض في السجود، واجبة دستكان للزبيبات وهما من الأعضاء السبعة كما تقدم وكل حدث بأسمك. وجوب رفع المرفقين عن الأرض، مرفق دستكانت نخوية بالزبيبة بلكو برزيكيتو
لأن وضعهما على الأرض يستلزم ما نهي عنه من افتراش كافتراش السبع أو الكلب، والله أعلم. أمشمان باسكر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. ئێستا چیمان بۆ باسەکە لە کاتی سوژدەیە پەنجەکانی چۆن دانا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سەیکەن چۆن بە دەقیقی بۆمان نەقڵەکەن. دەفەرمێ کاتێک بچوایە بۆ ڕوکوع پەنجەی چی لێ کرد و بچوایە بۆ سوژدا پەنجەی چی لێ کرد. دەفەرمێ إذا ركع فرج يعني چی ئەی کردەوە واتە بين أصابعه دەستی یەکرد سەر ئەژنۆکانی لە حەدیث هاتووە یعنی چنگی لێدا پەنجەکانی بەی پەنجەکانی بڵاوە بوو ئەوە چنگی لە ئەژنۆیەدا ئەوە مستحبە ئەمەیان مستحبە. ئەگە کەسێکش چنگی لێ نەدا دەستەکانی ئاوا داخرابێت دروستە کێشە نییە، بەڵام کامی خێرترە ئەوەی کە پێغەمبەری خوا کردی صلی الله عليه وسلم. بۆیە پەنجەکان یەکردەوە لە کاتی ڕوکوعە، ئەی لە کاتی سوژدەیە ضەممە کۆیە کردەوە پەنجەکانی ئەصابعه، لە کاتی سوژدەیە ئاوا پەنجەکانی ناکردەوە تەختی زەوی بکە بەڵکو ضەممە ئاوا کۆیە کردەوە و دەستێنایە زەوی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. فرمي في غمري خوان بيني صلى الله عليه وسلم بدانشنو نيوجيك چوار مشقي. أما بو لچي حالتك مسلمانة توانيت چوار مشقي نيوشكات. يكم عند العجز کەسەکە نەخۆشە ناتوانێت عەجزی هەیە پایتەواو نییە ئەڵێن چوار مشقی دانشە، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەم فەرموودەیە نەخۆش بوو بۆیە نەیتوانی بە پێوە بۆ وەستێ سوورەت فاتیحە بخوێنێ دانشت چوار مشقی بە متەڕەبعی بە چوار مشقی دانشت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. زانایانە فەرموون ئەگەر لە جیاتی سوورەتی فاتیحە تەبەنەوێ بە پێوە بێ کەسەکە نەیتوانی نەخۆشە دانشت ئەڵێ باشتر وایە بە چوار مشقی دانشێ، ئەجیناوەکو تەحیاتش دانشێت دروستە، بەڵام کامی باشترە متەڕەبعە وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ڕکوع نەیتوانی بیبە ویستی دابنشێت متەڕەبعە، ئەمەشیان سنەتە، بەڵام ئەگەر لە دوای ڕکوع بوو دانشتنەکە ئەو کاتە وا باشە وەکو تەحیات دانشێت، وەکو تەحیات دابنشین. لە چی حاڵەتێکە دابنشین بە متەڕەبعی یاخود بە دانشتنەوە نەمانتوانین سوورەتی فاتیحە بخوێنین؟ عند العجز نەخۆشە ناتوانێت فەقەراتی پشتی تەواو نییە پای تەواو نییە بە مڕەبعی دابنشە کێشە نییە چوار مشقی دانشە. عند الخەوف کەسێک ترسی هەیە چۆن کابرا لە ناو جەبهەیە لە شەڕایە لە جەنگایە ئەگەر بە پێوە نوێژ بکە قەناسێ دێ داتە سەریایە لەلایەن دوژمنەوە گۆران غەریب بۆ زانێ قسێ تیرێک دێ لێدا با بە قەدیمەکە بڕۆین قەینە وازا قەناس بێنی تیرێک لێدات ترسی تیری بۆ بێ گولەی بۆ بێت پارچە تۆب لێ بدات ئەو کاتاڵین دانشە بە چوار مشقی. ئەمەیان عند الخوف. حالته سيام إذا كان الإمام صلى جالسا من أول صلاته لسرتاي نوج إمامك لمزقوتك لسرتاي نوجكي بدان شنو كردي باشتر ومأمومينش بابتوانن ببيو بوسن أوانش متابعي إمام كان كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به لكوتاي حديث قال فرمي فإذا جلس فاجلسوا أجر أو دانش نيوش دانش بوهم إماما ما دام لسرتاي نيوجكيتي توش دانش لقلي أجر إمامك دور كاتي كرت عيبي نبو ببيو نيوجي كرت
بەڵام تاڕئێک هات بۆ نمونە پشتی هەڵچەرخا لە ناو نوێژایە پشتی دای لە ئێش ئەم ئیمامە ناچار بوو بە دانیشتنەوە نوێژکات ئەوانەی پشتی ئیمام دابنشن یان بە پێوە نوێژکەن بە پێوە نوێژەکەن دانامشن چکە حاڵەتێکی جیاواز استثنائیە بەڵام ئەگەر لە سەرەتا دانشە لەگەڵی ئەمەیان چۆن دانشی متەڕەبیعە بە چوار مشکی دانش پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەو شێوازە نوێژی کردو وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين استا زاني من چون سجدي برد چون دستي دانات استا دعاء الله أكبر لبين هردو سجدة كتشيب كين بيدنگ بين وكو زورك لمسلمان أغان لم ذكرني فرمين نخير لبين هردو سجدة كا عبد الله كري عباس فرمي يقول أم ذكري خينا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بينج دعاء اغفر لي ارحمني اهدني عافني وارزقني خوايا ليم خوش با ورحمة بيبكى وهداية با وعافية بيبخشى ورزق روزي شمبدا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أم دعاني اكت درستا لما زياتر بلين خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلام هندي لزانان لو أنا الشيخ بن عثيمين رحمتي خواه يقول لي بيت دلي أقر كسكا لو بيني بون منوتي اللهم اغفر لي ولوالدي دعاي كربو دايكو باوشي درستا بلام برجك اعتقادي وانا بي أو السنة بلكو دعايك ولا درستا جار بكري نكا مجارك يعني زيادة لسر أو دعاية لو بينها نك عقيدي وابيما السنة بلكو دعايك مجرد ولا درستا جارش لو زياتر بلام خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء كين بو بينجو شيء اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهديني أمانة بلين إن شاء الله أو كاريشي باش مجموع هذه الأحاديث تضمن بعض السنن في الركوع والسجود كما السنة للركوع والسجود وهيئة الجلوس لمن صلى قاعدا وتشونيتي نرجعك بدانشتنا وما يشرع من الذكر بين السجدتين والذكر لبيني هردو السجدة وفيها فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى في الأمور الدقيقة لشتاور ذكان الأمور الدقيقة صحابة بمن النقل كردهم حريص بنا أن السنة تفريج الأصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين أما السنة كدس ما خصص الأجنومان بنجكان ما نكينه في الركوع خالج ضم أصابع اليدين حال وضعهما على الأرض في السجود لسجدها بنجكان من كوكينو وهذا هو المناسب لحال السجود كتفريج الأصابع حال الركوع أمر مناسبة لكاتي سجدها بنجكان كوكيتو للركوع بنجكان بلاوكيتو أن المصلي قاعدا يكون متربعا في محل القيام أو نيوشخيني كوا بدانشنو نيوجيكت كزاني نيتواني ببيو نيوشكا شون دابنشت متربعا شوار مشقي دانشت والتربع معروف كما اسمعك شوار مشقية مشروعية الدعاء بين السجدتين بما في حديث ابن عباس باش مانكرت فضل هذا الدعاء لما اشتمل عليه من المطالب العظيمة مع إيجازه أم دعايا لقلوي كرتو بختا بلام كوملي وشتي قردو تخويو رحمتي خواي قولا هدايتي خواي تعالى بزي خواي تعالى ليخوشبوني خواي تعالى بو عبدكي أما أنا هميت عافيتي خوا إنسان دائما داوي عافيتك رزق روزي هل لا يخوايا بويا أم دعايا زور قرنقا فقد تضمن طلب خيري الدنيا والآخرة والسلامة من الشرور في الدنيا والآخرة هردو خيركي تياكو بوتولم دعايا دنيا دواروش عن مالك بن الحويرث أنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مالك كري حويرث كيف يغمري خوابين صلى الله عليه وسلم
أم شوازا نيوجمان بو نقلك نفرمي زانانا فرمون في عام الوفود. عام الوفود كي أو صالي كوفد زور هذا مولاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لصالي نوي كوتشي وفد زور هذا مولاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بو ناو نرا عام الوفود لضمني وفدك مالكي كري حويرث بو أفرمي بيغمبري خوا به صلى الله عليه وسلم نيوجيكت فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. أجر نيوجكاني لكاتي وتر نيوجي وتر يعني أو نيوجاني كتاكي تيابو يعني سيركات كهستا يتوبو سيام ركات دور ركاتي تاوكري هستا يبو سيام ركات معلومة. أما بيوتر وتر نفرمي لم ينهض أما بيوتر جلسي استراحة أما سنة فرمي في غمري خاصة صم هلا سايوا حتى يستوي قاعدة دانش تواو استراحتي يكر أو جعل سايوا بوركاتي سيم أما جلسي استراحة حتى يستوي يعني حتى يستقر حتى يكون استقرار يكر في غمري خاصة صم. هذا الحديث رواه البخاري وهو أصل في جلسة الاستراحة في الصلاة وهي أن يستوي المصلي جالسا قبل أن ينهض للركعة الثانية أو الرابعة. للركاتي يكم تاوي غير لستو ركاتي دوم كواتا مشان هالوترة تاكا في غمري خاصة ركاتي شي بكر بيوستي هستايتو بركاتي دوم هالناسا مباشرة بلكو استراحتي شكرت جلسة استراحة لركاتي دوم تاوب هستايتو بركاتي سيم هالناسا استراحتي شكرت أو جهل سايبو ركاتي سيم في الثانية أو الرابعة شواربش فتكون في الركعة الأولى والثالثة كأكات الركات يكمو سيم جلسة استراحة في غمري خاصة. ولهذا قال فإذا كان في وتر من صلاته أم جلسة استراحة لاي شافعي سنة بلام لاي حنابلة ألين بمطلقي سنة نية لاي حنابلة كان دلين بمطلقي سنة نية. وابن القيم بوخوي حنبلية رحمتي خواهي يقول لي أوش دلين بمطلقي سنة نية إلا بوكسك كان خوش بو يان لا شيء خرز بو نيتواني يكسر استيتوا وباشا أو كاتبو أو سنة جلسة استراحة بكات. أما أجر كسيك قرجو قلبو تواني يكسر استيتوا نخوش نية عليه حديث زور هاتوك في غمري خاصة وسلم صحابة اللي بو ما نجرته جلسة استراحة نكرو برزبوتو أي بو في غمري خاصة وسلم دير الدهنشت طلي أما لكوتا ساتكاني جيانيتي في غمري خاصة وسلم أو كاتش في غمري خو عليه الصلاة والسلام تشونا وصالوا لتمني شصالي قوش جاني قرت نيتواني يكسر هستيتو بو يدانشت. أما رأي شيء حنابلة بلام جمهور ونالن لو أنا مذهبي شافعيش رحمتي خواهي يقول لي بيت فرمي سنة جلسة استراحة لن يرجع جلسة استراحة سنة وأمشيان راجحة وطواوة. والشيخ الباني رحمتي خواهي يقول لي بيت لكتابي صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراه ليزور بجواني بلغا كان دينيتوا ودفرمي سنتي في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم هم جارب بكري باشا دفرمي فإذا كان في وتر من صلاته أو نشك دلين ليست سنة بإطلاق بمطلقي كسنة يعني بلغتان شي طبعا هو بلغانا من هاوردو الله في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي فإذا رفع فارفعوا حديثي مسيء صلاة أو جنجي كان يرجكي بخرابي كد في غمري خواص كومل النصيحة دعاء مشغالي كد فرمي كإمام برزوبو هستايا وتوش هستروا لقالي كواتا واباشا لپشت إمامك نيوشتان كزانيتان سنتي جلسة استراحة ناكات
هلا سيتو إيوش هستنو دامنش شو فإذا رفع فارفعوا أو حديث تطبيق بلام كزانيتان أو إمامة أو سنة تطبيقات لبشتي نيوشتان كر أو دانشي أو دانش معلومة أميان إن شاء الله راجحة. وفي الحديث فوائد منها فضيلة مالك بن الحويرث رضي الله عنه فإنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض قومه ليتعلموا. مالك نقل قومكي وكوفت كاتنا لا بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم تعظم مسلمان بودو بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم فيري أنا كات فيري إسلامتي أنا كات. وأعظم ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة فيري نيجاني كرت ولهذا أوصاهم بوصايا تختص بالصلاة كومل وصية نصيحة آموشغاري أو قومي كرت هموي سبارت بنيج وطاعته خواپرستي. أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جلسة الاستراحة سنة إنسان جلسة استراحة بكات أو جاهزته بو ركاتي دوام يعني ركاتي شوارم. وقد اختلف العلماء هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا فتكون من سنن الصلاة أو فعلها للحاجة لما ثقل صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك 3 مذاهب. فمن خلافه لبين زنان جلسة استراحة سنة بو تشريع وتعبد كرديتي ياخدنا بو حاجته بيويس كردي كجاني قوشتي قرد تاو قرز بو كيشي بو نيتوان يكسر استيتو على زنان بونتا سيبشو 3 مذهب. يكم الأول أنها سنة أما مذهبي كي شافعي رحمة الله. ثاني أنها ليست سنة بل هي أمر عادي تقتضيه بعض الأحوال. أمشيا أحناف أو جماعتي كرسر أو رابوشنا. سيميا أنها سنة لمن احتاج إليها أما مذهبي أحناف إن مذهبي حنابلة بوكاري بيوست ضرور بو دابنشي سنة بو أوان كامي راجحة وهو الأول سنة الراجح هو الأول. فمالك بن الحويرث الذي رواها هو الذي روى صلوا كما رأيتموني أصلي. الراوي حديث كي كوا بيغمري خاصة باسي صفتي نيجي بيغمري خامان بوكا فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي شيء نقلكات مالك خودي خويتي كواتا أو نقل كردو سنة بيغمري خاصة فرميتي من شو نيجم كري وش أو نيشكن وهي أجلس الاستراحة على سنته. ولم ينفرد مالك بن الحويرث في روايته لجلسة الاستراحة بل قد رواها أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي شال روايتي نكر خوي روايتي كردبيت تائر بزبي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.